الا شفتي شي دميه كتراقبك، واش غادي تفكرها غير لعبه عاديه؟ دابا تخيل جزيره كامله كل شجره فيها دميه مصنوغه، ولكن بين الدمى كاملين دميه وحده، دميه اللي ما جات من متجر الالعاب، ولكن جات من جثه ديال طفله غرقات. هذا المكان موجود وحقيقي، سميتو جزيره دمى. قبل ما نكمل هاد القصه ما كراش كليك على ديك الابوني سيبورتي خوك. يلا مشينا. القصه اللي غنعاودها اليوم بدات قبل من 50 عام دابا مع راجل مكسيكي سميتو دون جوليان سانتانا باريرا. كان عايش بوحدو في جزيره معزوله. دون جوليان هو خارج يجمع الحطب جنب داك الوادي في هذيك الجزيره، غادي يصادف جثه ديال طفله صغيره غارقه قرب الجزيره. ما قدرش ينقذها وما قدرش حتى ينساها. غادي يدوز شويه ديال الوقت، غادي يلقى دميه طافيه فوق الماء في البلاصه اللي لقى فيها الجثه ديال الطفله. قال انها ديال الطفله، ومن داك النهار بدا كيسمع واحد الهمسات واصوات ديال الطفله كتعيط ليه في الليل، ومن الخوف غادي يعلق دميه فوق الشجره باش يهدي روحها. ولكن ذوك الاصوات والهمسات ما حبسوش دون جوليان. هذيك الساعه غادي يجمع اي دميه كيلقاها قديمه مكسوره ما عندهاش العينين، وحتى الدمى المحروقه. كاين كيقول كاين شي حاجه كطلب مني الحمايه. كل دميه كان كيشوفها كحارس باش تبقى روح الطفله بعيده عن الشر. ولكن مع مرور الوقت الجزيره غتولي مقبره ديال الدمى. اللي زاروا الجزيره قالوا اشياء ما كتفسرش بسهوله. كيقولوا كنشوفوا دومه كتحرك راسها، عيون ديال ديك الدومه كتبعك وانت كدوز، وحتى همسات واصوات وسط الاشجار، والصوت اللي ما كيتنساش صوت ديال ضحك طفله خفيف. وحتى السكان المحليين ديال ديك الجزيره كيقولوا حاجه وحده: الزياره ديال الجزيره في الليل فهي مخاطره حقيقيه. دون جوليان عاش اكثر من نصف قرن مع الدومه، كان كيهضر معاهم كيسمع ليهم وكيقدم ليهم